أشقائنا في الإمارات، من أول الشيخ خليفة والشيخ محمد وكل الأشقاء. ففي اليوم اللي هو صعب علينا ده لابد ان احنا نذكر للناس وقوفهم جنب مصر. وقفوا كتير قوي، ووقفوا بكتير قوي، مش عشان في مواجهة حد زي ما بيتقال، لا لا لا. طب وانت بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده دلوقتي عشان احنا المصريين لازم نبقى عارفين كويس الامور كانت ماشية ازاي، ولازم نعرف ان هي عشان تمشي الفترة اللي جاية لازم نعتمد اكتر على نفسنا ونبذل مجهود اكبر من اللي كان بيتعمل. وبرضه هنا يعني الشيخ خليفة حاطط مبلغ لعمل مدينة باسمه، واحنا هنعمل تجمع باسمه. احنا قدامنا سنة نتفرج على تخطيط محترم ومتنفذ على الارض على الاقل ككيان اساسي خلال سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. انا قلت النقطتين دول عرفانا بوقوف الاشقاء وغيرهم وقفوا معانا، وانا بفكر في حاجات اخرى نقول فيها للناس ان احنا نقدر. نشكركم، نقدر. احنا ان شاء الله خلال شهر 8 هنكون بفضل الله سبحانه وتعالى افتتحنا قناة السويس، والامور فيها ماشية بالشكل المناسب بشكل جيد جدا الحمد لله طبقا للتخطيط، ويمكن زيادة شوية، ان شاء الله. كمان الطرق اللي احنا قلنا المشروع القومي للطرق احنا شغالين فيه، وان شاء الله ارجو بقى عشان برضو تبقى الامور واضحة ان احنا التخطيط اللي عملناه حتى ان كان زاد، معلش زاد حوالي 600 كيلو زيادة خلال الفترة اللي فاتت، انما ان شاء الله في شهر 8. وطبعا انا بتكلم ده والناس اللي شغالة، الشركات الاسف القطاع الحكومي اللي شغال